في ده. فارجو مرة ثالثة ان انا بعتذر لكم من هذا الموضوع. الحقيقة اللي هيتوزع على حضراتكم او اللي هيذاع اليوم في عرض هيقدمه الاخ ناصر امين عن احداث الرابعة العدوية وما حدث فيها بدقة شديدة جدا، خدت جهد كبير. وايضا هنعلن اليوم خلاصة التقرير، وهي تتضمن اولا الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه، دي اول حاجة. النقطة الثانية اللي هي مستخلصات التقرير، وهي تمثل يعني الحقائق الموضوعية التي توصل إليها التقرير، ودي دقيقة جدا ومهمة جدا. الحاجة الثالثة التوصيات، توصيات المجلس بعد دراسة هذه الأحداث. هذا وسوف يوزع التقرير ومرفقاته في وقت لاحق، وإحنا التقرير اللي هيتوزع على حضراتكم الحاجات اللي قلتها قبل كده، اللي هي عملية الانتهاكات والمستخلصات والتوصيات، دي هتتوزع على حضراتكم دلوقتي. اما التقرير وبعض المرفقات ايضا، بعض المرفقات المتعلقة بالتقرير اللي فيها زي كشوفات الاسماء وعائلة، ودي هتتوزع كلها اليوم. انما التقرير مش صيغته النهائية، التقرير نفسه واعمال التقرير نفسها وازاي يتعمل، لانها مواضيع بتحتاج احيانا لتدقيق العبارات الفنية واخره لاسباب فنية فقط يعني. فده ممكن ان احنا نوزعه يوم 16 الاحد 16 الجاري، شهر الجاري اللي هو شهر مارس يعني. والآن يعني أعطي الكلمة للأخ ناصر أمين ليعرض هذه الأشياء كلها. اتفضل أخ ناصر. وأحب أقول لكم حاجة، إن احنا مطمئنين بالنسبة لهذا التقرير لنزاهته واستقلاليته، والجهد اللي اتعمل فيه لم يكن جهدا قليلا، وكان تدقيق بشكل كبير جدا. اتفضل الأخ ناصر الآن. شكرا. ممكن شكرا. مساء الخير عليكم جميعا، وبنعتذر مرة تانية على هذا التأخير الغير مقصود. تقرير رابعة العدوية هو من أهم التقارير اللي المجلس القومي لحقوق الإنسان أولها عناية منذ اللحظة الأولى لبدء تشكيله الجديد. هذا التقرير نحن نعلم أنه يخص واقعة بالغة الأهمية، ولكن هناك أيضا وقائع كثيرة جدا وقعت في هذه الفترة. لذلك اتخذ المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارا في شهر سبتمبر فور تشكيله مباشرة الجديد بتشكيل 4 لجان تحقيق وتقصي حقائق خاصة بوقائع رابعة العدوية، عربية الترحيلات، سيارة الترحيلات، أحداث كرداسة، وكذلك أحداث حرق الكنائس. هذه التقارير المفترض أنها كانت بتعد، وهذا جزء من تأخير إعلان تقرير رابعة، لأن كانت هناك رغبة لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعلان ال4 تقارير معا، ولكن نظرا للتأخر الشديد لأسباب كثيرة سوف تجدونها في أعمال التقرير الذي يوزع يوم 16 اضطررنا إلى البدء في إعلان تقرير رابعة على هذا النحو. هناك قبل أن نتحدث عن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن تقرير لرابعة العدوية قبل أن نشاهد معا ونتابع طبيعة الموقع وطبيعة الحدث وطبيعة الاعتصام وكذلك طبيعة التحرك تجاه فضه، ثم بعد ذلك نتحدث عن الانتهاكات بالشكل القانوني وكذلك المستخلصات وأيضا توصيات النهائية للتقرير. الآن سوف نبدأ بعرض لرابعة العدوية أو ميدان رابعة العدوية أو منطقة رابعة العدوية. أرجو فقط من السادة المشاركين أرجو من حضراتكم
تأجيل أي سؤال أو استفسار أو حتى مداخلة إلى بعد انتهاء العرض تماما. والعرض هنا أعني به هو العرض المشاهدات الفيلمية، وأيضا عرض التوصيات، الانتهاكات والتوصيات والمستخلصات. هنبدأ الآن بشرح لأحداث رابعة العدوية أو فض اعتصام رابعة العدوية. تفضل كريم. هذا العرض هو محاكاة من واقع الشهادات والأدلة وكل ما استطعنا أن نجمعه من دلالات بعد فض الاعتصام. دي منطقة رابعة. دي منطقة رابعة العدوية من واقع جوجل ايرث، بتحدد مساحة ومكان. العلامة الحمراء بتدلل على موقع جامع رابعة العدوية ومحيط ميدان رابعة وكذلك محيط التجمع والاعتصام به. المحاكاة هتشاهدوا حضراتكم في ساعة في المنطقة دي. الساعة دي بتعمل مقاربة. بوقف الأستاذ كريم لو سمحت. بوقف. المحاكاة دي في ساعة هنا. الساعة دي مرتبطة ارتباط بالأحداث اللي بتجري على الأرض. يعني لما يكون في حدث على الأرض بنقدر نعرف الحدث ده تم الساعة كام وفقا لهذا التايم. هذه المحاكاة بتقول ده منطقة رابعة العدوية، ده ميدان جامع رابعة العدوية. ده محيط الاعتصام اللي كان ممتد من شارع طريق النصر بامتداده جنوبا في اتجاه الاستراد وشمالا في اتجاه طيبامون، وايضا طريق شارع الطيران في اتجاه صلاح سالم في اتجاه مستشفى التأمين الصحي. على المقابل امتد الاعتصام ايضا في مكان يعني في شارع يوسف عباس. المشهد هنا قبل بداية وجود قوات الامن التي تواجدت في حوالي الساعة 6 صباحا في محيط منطقة رابعة العدوية تنفيذا لقرار الإخلاء. اتفضل. الفترة دي التوقيت ده التوقيت السابق قبل تحرك القوات في الفترة اللي كنا بنسمع فيها صفارة الانذار، هي دي الفترة اللي تم استخدام فيها اطلاق انذارات من قبل قوات الامن بتحث المعتصمين على اخلاء الميدان وبتنبههم الى وجود ممر امن، وكذلك بتشير اليهم بعدم مقاومة السلطات. وظل هذا النداء مستمر طوال فترة ما قبل طوال فترة ما قبل بداية الدخول. بنكمل كريم. بدأت الاشتباكات بشكل طبيعي جدا، استخدمت فيها أسلحة طبيعية اللي هي الطوب المسيلة للدموع أو الطوب من قبل المتظاهرين أو المولوتوف، وده كان السياق الطبيعي للأحداث حتى الساعة هنشوف 8:10 تقريبا حدث امر استثنائي في منطقة شارع الطيران. في هذا المكان حدث اول اطلاق نار من قبل المعتصمين في اتجاه قوات الامن، اسفر عن مقتل ضابط و4 جنود. وده حدث احنا اعتبرناه حدث استثنائي على طبيعة عمليات الفض التي ظلت على مدار ساعة او اكثر من ساعة. كان هذا اول اطلاق للنيران من وسط المعتصمين في اتجاه قوات الامن. نكمل. هناك حدث استثنائي اخر. كمل كريم. هناك حدث استثنائي اخر وقع حدث استثنائي اخر وقع في امتداد شارع النصر في المنطقة المتجهة الى منطقة استاد القاهرة، حيث تم اطلاق نار واشتباك عنيف جدا، وهو المكان الذي كان من المقرر ان يكون ممرا امني.
حدث في هذا التوقيت اشتباكا ايضا واطلاقا لما سوف يظهر فيما بعد، ولكن الاحداث ايضا صارت بشكل طبيعي. الاطلاق الثاني للنار كان من قوات الامن في اتجاه المعتصمين بعد اطلاق نيران ايضا بدات في منطقه طريق النصر. كمل كريم. حتى هذه اللحظه اعتبرنا ان الاطلاق النار اللي تم في شارع الطيران او اللي تم في شارع النصر دي وقائع استثنائيه، ما هياش ممنهجه من قبل في عمليه فض الاعتصام بشكل عام، الى ان وقعت في حدود زي ما انتم شايفين هتلاقوا الاحداث ماشيه طبيعي في حدود الساعه 11. وقف يا كريم من فضلك. هنا حدث اول حدث غير مجرى اعتصام رابعه العدويه تماما. في هذا التوقيت تم اطلاق نيران من داخل دار المناسبات على احد الضباط الذي كان ممسكا بميكروفون للنداء على من بداخله لتسليم انفسهم واخلاء الميدان، فاطلقت عليه النيران مباشره فقتل وهو يتحدث بالميكروفون. بعد هذا الحدث مباشره تغيرت ملامح ميدان رابعه العدويه تماما، وبدات الاشتباكات المتفرقه في محيط الميدان في كل الاتجاهات، في الاتجاه طريق النصر جنوبا وشمالا في اتجاه طيبة مول، وايضا شارع الطيران في اتجاه صلاح سالم وفي اتجاه التأمين الصحي، وفي كل المناطق المجاورة اندلعت احداث عنف شديدة جدا واطلاق نار بشكل كبير من كل الاطراف على النحو اللي هنشوفه دلوقتي. ظلت هذه الاشتباكات مستمرة حتى الساعة 1، ودي كانت أعنف اشتباكات. زي ما احنا شايفين المناطق الحمراء بتشير للمناطق اللي كان فيها إطلاق للنيران، وظل هذا الوضع حتى الساعة 1 تقريبا. في حدود الساعة بعد الساعة 1 أو في حدود الساعة 1 نوقف كريم من فضلك. بدأت أعداد من المعتصمين المتضامنين مع المعتصمين في ميدان رابعة تحاول أن تدخل إلى الميدان من اتجاهات عديدة ومختلفة، منها القادمين من ألف مسكن في اتجاه شارع طريق النصر في اتجاه طيبة مول، القادمين من جنوب القاهرة القادمين من اتجاه طريق النصر حيث الممر الآمن عند كوبري 6 أكتوبر، وأيضا كانت هناك محاولات دخول من منطقة صلاح سالم ومنطقة ومن طريق التأمين الصحي. في هذا التوقيت اضطرت قوات الأمن للانسحاب إلى الخلف. بدأت كريم فضلك هتبدأ قوات الأمن تنسحب من الخلف لمحاولة التعامل مع المجموعات التي حاولت أن تنضم إلى الاعتصام أو تحاول الضغط حتى لا يتم تطوير قوات الأمن. في هذا التوقيت انسحبت قوات الأمن إلى الخلف زي ما احنا شايفين، وحدث في وسط الميدان ما يمكن أن يسمى هدنة. حدثت ما يمكن أن يسمى هدنة من الساعة 1 حتى الساعة 2:30 تقريبا. في فترة الهدنة دي اللي هي شهدت قبلها حالة من حالات الاشتباكات، على الساعة 3 قوات الأمن استطاعت أنها تسيطر على المجموعات المتقدمة، واستطاعت بالفعل أنها تأمن الممر الآمن وتفتحه في حدود الساعة 3:30. بدأ الممر الآمن يفتح تقريبا ويصبح جاهزا للاستخدام، وفي حدود ما بين الساعة 3 والساعة 6 استطاعت قوات الأمن الدخول من كل المحاور في هذا التوقيت، وبدأ المعتصمين يحاولوا الخروج أو استخدام الممر الآمن الذي كان معلن عنه رسميا من قبل. تلك هي المحاكاة السريعة ليوم الفض بساعاته، ثم سوف ننتقل، ويجب فقط أن نتذكر الهدنة اللي هي من الساعة 1 للساعة 2:30 لأنها بالغة الأهمية، وهننتقل إلى ما يمكن أن يوصف بوصف تفصيلي لعمليات الاشتباكات المسلحة
واستخدام السلاح في داخل الاعتصام في يوم فض اعتصام ربعة العدوية. هذا الشرح هام له علاقة بكل مجريات التقرير ومستخلصاته وما انتهى إليه، لأنه في شهادة بالغة الأهمية نحن اعتبرناها شهادة بالنسبة لنا دالة على تحديد أو محاولة اللجنة في أن تحدد طبيعة وحجم الضحايا الذين وقعوا في هذه العملية. المناطق الحمراء بتشير ان كل دي كان فيها اشتباكات حسب الشهادات اللي تلقيناها من الشهود. كل المناطق اللي بتنور احمر دي كانت بتقول انه كان هناك في تلك الاماكن ما يمكن ان يسمى اطلاق نار متبادل. المناطق الاخرى هي فيديوهات استطعنا ان نحصل عليها توثق عمليات الاشتباك ومقاومة السلطات من قبل المعتصمين بالسلاح. هنقسم المشاهدات لنوعين من الشهادات، او نقسم الفيديوهات الى نوعين من الفيديوهات. فيديوهات هنقسمها ما قبل من الساعة 11 حتى الساعة 1 ظهرا، ثم بعد ذلك بوقائع ما بعد الهدنة. هنبدأ ب دلالات التسليح داخل الاعتصام. اتفضل كريم. دي فيديوهات لأول مرة تنشر عن جماعات مسلحة كانت بتختئي بداخل أو جانب المباني، وهذه الصورة ملتقطة من أحد المواطنين المتواجدين القاطنين في ربعة العدوية لبعض المسلحين أسفل المنازل الموجودة بالميدان. بنكمل بمجموعات أخرى بتتخذ سواتر، مجموعات مسلحة بتتخذ سواتر استعدادا لعملية المقاومة المسلحة لعملية الاقتحام، وواضح فيها بالقطع أيضا أنه هناك استخدام لأسلحة متطورة. ده سلاح متطور، آلي متطور. بعد ذلك بدأت قوات الأمن بالتقدم والدخول في ظل اشتباكات عنيفة جدا ومقاومة مسلحة. دي ايضا من الامور اللي استطعنا ان احنا ندلل بيها على فكرة الرغبة في المقاومة المسلحة داخل الاعتصام، وايضا فيها ارتكاب اخطاء جسيمة وهو تحرك مسلحين في وسط المدنيين، ودي مسألة هنلاقي اثرها بالغ الخطورة على نتائج عملية الفض بسبب دخول مسلح في وسط مجموعة من المدنيين يحولهم جميعا الى اهداف يمكن ان تقع قتيلة بسبب هذا الاجراء البسيط. بدأت قوات الامن بالدخول في ظل اشتباكات. هنسمع اختلاف اصوات الطلقات هيبين تبادل اطلاق النار اللي كان حاصل اثناء عملية الاقتحام، بما يشير لحجم وفظاعة الامر. يعني هناك خطورة بالغة كان بيتعرض لها مواطنين تواجدوا في ظل عمليات الاطلاق وهم مستخبيين. هتلاقيهم مختبئين تحت الارض وهم بيتفادوا عملية الاطلاق المتبادل ما بين المسلحين وما بين قوات الامن. ظلت هذه الاعمال وفقا لتقديرات وشهادات اللجنة منذ الساعة 11 حتى الساعة 1، ما يقرب من 3 ساعات. لحظة يا كريم. في الفترة دي في الهدنة اعتمدنا على شهادة مهمة جدا بالنسبة لنا بتتكلم على الرقم، لان كان هناك مبالغات كبيرة جدا في بعض التقارير، لكن هذه الشهادة بالنسبة لنا كانت شهادة حيوية، لانها اطلقت هذه الشهادة من على منصة ربعة العدوية في حدود الساعة 1:30 ظهرا اللي هي في مرحلة الهدنة، واعلن فيها الدكتور محمد البلتاجي عدد المصابين والقتلى في خلال مرحلة ما قبل الهدنة اللي هي من صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. كمل الفضل. الجيوش التي لم تصمد امام الصهاينة
6 ساعات تحارب الشعب، اكثر من 4 ساعات. لدينا حتى الان اكثر من 300 شهيد، اكثر من 300 شهيد على يد القناصة، على يد القناصة. الرصاص الحي في الدماغ فجر الجماجم. هذه الشهادة احنا بنعتبرها شهادة محورية للتقرير فيما يتعلق بالعدد. المعركة الأشد شراسة هي المعركة التي وقعت صباحا الساعة 11 وفق تقديراتنا احنا حتى الساعة 1 هي الأكثر شراسة، وبحلول الساعة 1:30 بيعلن أو 1:15 بيعلن محمد التاجي بأنه عدد القتلى 300. وبالتالي المعركة ما بعد الهدنة كانت أقل في المدة لأنها امتدت من 3 يعني من 2:30 ل 3:30 تقريبا، كانت مدتها ساعة بس. وبالتالي يمكن أن بهذه الطريقة يمكن أن يكون لدينا معيار في تحديد عدد القتلى، ولكن وفقا لهذه الشهادة نحن نتحدث عن 300 قتيل في المرحلة الأولى. كمل كده. دي اشتباكات ظلت مستمرة. طبعا دي بعض المشاهد اللي حضراتكم شفتوها قبل كده لعمارة تسمى عمارة المنوفي، وكان بعض العناصر المسلحة بتعتلي هذه العمارة لإطلاق النار، وده هيبقى ليه أثر في في المستخلصات اللي هي هتبين طريقة إطلاق أو اتجاهات إطلاق النيران داخل هذا الاشتباك. بنغير هذا الفيديو ايضا جديد. دي مجموعة من المسلحين المحترفين يبدو عليهم خلف سواتر مجهزة بالفعل للقتال بشكل واضح، موجودين ايضا في منطقة رابعة. بعض المشاهد ايضا ده منطقه طريق النصر المفترض بالمناسبه ده يكون الممر الامن. كانت فيه اشتباكات واصله للاشتباكات المسلحه على هذا النحو حتى الساعه 3 تقريبا. نشهد له علاقه باستخدام السلاح الحاد للمعتصمين عبر اشخاص يبدو عليهم محترفين. نشاهد دلوقتي احد العناصر اللي هو ده هيبتدي يتحرك بيواجه ضربات وبيختبر مره اخرى في وسط المدنيين ويمكن اشد الاحداث خطوره ان يتم مسلح اطلاق النار ثم يختبئ بعد ذلك في وسط المدنيين. كمل كريم. تمام. بعد في حدود الساعة 3 استمرت الاشتباكات على النحو اللي احنا شفناها من شوية منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 وفقا لخطة وزارة الداخلية التي لم نطلع عليها ولكننا تمكنا من استنتاجها، انها وضعت وحددت الممر الامن، هذا الممر الامن طريقا لخروج المعتصمين من الاشتباكات. في خلال فترة الاشتباكات الصباحية جميعها حاول المعتصمين، لانه كانت هناك اشتباكات شديدة جدا في منطقة الممر الامن، فلم يستطع المعتصمين الخروج منها نتيجة تدافع بعض الاشخاص او بعض المتعاطفين مع المعتصمين من اتجاه طريق النصر، فاغلقوا الممر الامن او احدثوا به اشتباكات ادت الى اغلاقه اغلاقا تاما. في هذا التوقيت حاول بعض المعتصمين الخروج من بعض الشوارع الجانبية التي ادت في بعض تعرضوا فيها في بعض الاحيان للامساك بهم من قبل لجان شعبية تم تكوينها من ضمن سكان رابعة العدوية، قاموا بالامساك ببعض المحاولين الخروج من غير الطريق المحدد وهو الطريق الامن. في حدود الساعة 3:30 بالظبط بدأت بالفعل قوات الامن تسيطر على المكان، واستطاعت فعلا
طريق النصر الممر الآمن المحدد وفق خطة الوزارة. ودي المشاهد اللي احنا شفناها وحضراتكم جميعا شفتوها على قناة اون تي في التي كانت لها حصريا نقل احداث الاعتصام، ونقلت بالفعل الممرات الامنه. بدات الممرات الامنه الجانبيه من شارع الطيران بتحاول تتوجه لاستخدام طريق النصر الذي كان محددا واصبح مفتوحا ومؤمنا بعد الساعه الثالثه لخروج المعتصمين. الاخوان الذين يتواجدون الان هنشوف مشهد حدود الساعة 4 الفترة من 5 لحد الساعة السادسة تم يعني خروج كثيف جدا مش بأعداد قليلة على هذا النحو هذا هو مشهد الخروج الآمن الأكثر دقة، وهو بحدود بعد الساعة 4 حتى الساعة السادسة بدأوا المعتصمين يخرجوا إلى طريق النصر على هذا النحو إلى حدود الساعة السادسة مساء وغروب يوم 14/8 يوم فض اعتصام ربع العدوية. شكرا كريم. على هذا النحو طبعا هنلاقي في امام حضراتكم لحظة لو سمحتوا لي، كل حاجة جاية دلوقتي جاية في التاريخ الآن. طيب لو سمحتوا طيب هذا اولا هذه الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها هي التي استطعنا ان نحصل عليها من كل المصادر التي تخاطبنا معها، سواء كانت رسمية او حتى مواطنين او حتى سكان لمنطقة رابعة العدوية ساعدونا في الحصول على هذه المعلومات. الآن نعلن لكم الملخص التنفيذي لتقرير لجنة التقصي. أولا هذا الملخص بيتضمن 3 عناصر رئيسية. العنصر الأول هي الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وفضه. 2 مستخلصات التقرير. 3 توصيات التقرير. أولا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في اثناء لا مش شد الاعتصام، اثناء الاعتصام. اولا طيب لحظه، احنا في نسخ هتوزع على حضراتكم النهارده، مظبوط، هي بتجهز بس خلينا نقول الانتهاكات التي وقعت اثناء الاعتصام. 1 القتل خارج اطار القانون. وثق التقرير وكذا الشهادات وقوع بعض الجرائم التي اودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لاسباب مختلفة باعتصام رابعة العدوية، وغالبا ما كانت اسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب او استعمال قسوة، وهو ما تعززه شهادات الناجين من التعذيب داخل الاعتصام، حيث وردت لمصلحة الطب الشرعي 11 جثة لمواطنين مصريين وجدت بها آثار تعذيب، وكانت نتيجة الوفاة وفقا لتقرير الطب الشرعي ناتجة عن التعذيب واستعمال القسوة. 6 جثث منهم في محيط ميدان رابعة العدوية، 2 جثث داخل حديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، و3 جثث بصندوق قمامة في منطقة العمرانية. التعذيب واستعمال القسوة أيضا انتهاكات وقعت ودلت عنها الشهادات داخل الاعتصام. وقع تعذيب واستعمال قسوة على بعض المواطنين الذين تواجدوا داخل هذا الاعتصام، سواء لاعتقادهم بتبعيتهم لأجهزة أمنية أو أنهم يعملون لديها. أيضا وقعت انتهاكات الاحتجاز القسري والقبض على القبض غير القانوني على المواطنين. تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من قبل إدارة الاعتصام،
سواء لاسباب التحقيق من قبل مجموعات تامين الاعتصام على النحو سالف الذكر، او ضد بعض الاشخاص الذين تواجدوا لسبب او لاخر او لقيامهم باعمال داخل الاعتصام، حيث اجبروا على تسليم هويتهم بما يمكن ان يسمى شل حركتهم دون موافقه تامين الاعتصام. حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام انتهاك ايضا وفقا للمعايير الدوليه، وقد رصدته البعثه ورصدته ايضا تقارير لمنظمات مجتمع مدني مصريه ومحليه، وهذا يعد انتهاك للماده 21 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه الذي ينص الحق في التجمع السلمي. التحريض على العنف والكراهيه. وثقت اللجنه عبر شهاداتها العديد من المقاطع الفيلميه المصوره لبعض المتحدثين عبر منصه الاعتصام، تضمنت الكلمات العديد من العبارات التي تحرض على العنف والقتل والاستشهاد، كما تضمنت بعض تلك المقاطع الاستعراضات الشبه العسكريه التي كان يمارسها بعض العناصر داخل الاعتصام، بالاضافه لتناول العديد من الكلمات خطابات تدعو الى الكراهيه والحض على كراهيه بعض الرموز الدينيه في البلاد. وعلى المقابل رصدت اللجنه ممارسات ذات طابع خطاب ذات طابع يحض على العنف والكراهيه ضد المعتصمين من قبل بعض القنوات الفضائيه وبعض وسائل الاعلام، وهي اعمال في كل الحالات مخالفه لاحكام العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. الانتهاكات ثانيا الانتهاكات التي تمت اثناء فض الاعتصام. 1. بدأت عملية الفض في تمام الساعة 7 صباحا بعد ان واجهت قوات الامن نداء الى المعتصمين بالاجلاء من المكان الاعتصام، وحددت لهم شارع النصر كممرا امنا لهم، الا انها لم تمهل المعتصمين السلميين وقتا كافيا للاجلاء بعيدا عن مكان الحادث، حيث استمر الانذار لمدة 25 دقيقة، ثم بعد ذلك بدأ التحرك تجاه الفض. ومما زاد الامر تعقيدا ان قوات الامن كانت قد استعدت فعليا لعمليات الفض، وكانت على مواضع تماس مع الخطوط الاماميه لتواجد المعتصمين، مما اسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمين والقوات حالة هذه الاشتباكات دون امكانيه خروج المعتصمين الراغبين في اخلاء الميدان من الوصول الى تلك المخارج بشكل امن. وكان من الاحرى ان يتم الاعلان عن عمليه الفض قبل البدء في التنفيذ بوقت زمني كافي لتمكين المعتصمين الراغبين في الخروج الامن دون التعرض الى الاصابه او القتل، خاصه وان المعتصمين كان كثيرا، ان العدد المعتصمين كان كثيرا، وان عمليه الفض بدات في وقت مبكر من اليوم. ولا يقدح في ذلك ان قوات الامن قد تعرضت لاستفزاز من قبل المعتصمين لانها مطالبه بضبط النفس وهي صاحبه قرار الفض، وكان لزوما عليها ان يكون هناك وقتا كافيا ومناسبا بين بدء النداء بالاخلاء وبين عمليه الفض. الانتهاك الثاني اثناء الفض. استخدام المدنيين كدروع بشريه من قبل العناصر المسلحه. اكدت العديد من الشهادات التي وثقتها اللجنه وايضا ما اطلعت عليه من مقاطع فيديو الكترونيه مصوره على وجود العديد من العناصر المسلحه داخل الاعتصام، كما انها وثقت ايضا في ذات الوقت في ذات السياق واطلعت على ادله تؤكد استخدام تلك الاسلحه ضد قوات الامن المكلفه بتنفيذ قرار فض الاعتصام، واتخذوا مواضعا لاطلاق النيران من بين المعتصمين بان صنعوا منهم دروعا بشريه وهدفا مباشرا لنيران قوات الامن، وهي افعال فضلا عن انها تمثل خروجا عن احكام القانون المصري فيما يتعلق بمقاومه السلطات، الا انها تمثل ايضا فيما يتعلق باستخدام الاسلحه من وسط المدنيين انتهاكا لقانون حقوق الانسان. 3. عدم كفايه الدراسه وعدم تامين الممر الامن. تقوم فكرة ايجاد الممر الامن للمعتصمين الى التقليل الاقصى من عدد المصابين والقتلى مع احتمال وجود مقاومة مسلحة من قبل المعتصمين. والجدير بالذكر ان الممر الامن الذي حددته وزارة الداخلية في خطة الاخلاء وهو طريق النصر قد وقعت به العديد من الاشتباكات التي استمرت لساعات طويلة في يوم الفض، كما ان توافد المؤيدين للاعتصام من محاور عديدة
منها الممر الآمن، قد حال دون تمكن معظم المعتصمين السلميين من إيجاد مخرج آمن لهم من داخل الاعتصام. وعلى الرغم من وجود مخارج آمنة أخرى تمكن المعتصمين من الخروج منها، تمثلت في شارع الطيران وفي شارع أنور المفتي، إلا أن إخفاق قوات الأمن في تأمين الممر الآمن المعلن قد أربك المعتصمين وجعلهم في مرمى نيران تبادل إطلاق النار بين العناصر المسلحة وقوات الأمن. وكان من الأقدر بوزارة الداخلية وهي تحدد مخارج آمنة أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيه، وأن توفر مخرجا بديلا عنه، وأن تعلن عنه بشكل واضح وتؤمنه على نحو ملائم، وذلك لتقليل الخسائر التي في الأرواح إلى الحدود القصوى. الانتهاك الرابع: مقاومة السلطات وانعدام التناسبية. دلت الشهادات التي وثقتها اللجنة وكذا الإجراءات المتخذة من قبل السلطات وسياق الأحداث أبان عملية فض الاعتصام أن الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بالاعتصام، وأن تلك الأخيرة قد بادرت قوات الأمن بإطلاق النيران من خلال أسلحتها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ أمر الإخلاء للميدان. كما دلت تقارير مصلحة الطب الشرعي فيما يخص أسباب الوفاة عبر تحديد أنواع الأسلحة المستخدمة والمسببة للوفاة وكذا أعداد القتلى الناتجة عن تلك الاشتباكات، إلى أن قوات الأمن وإن توافرت لها حالة الضرورة في استخدام القوة المسلحة والأعيرة النارية في استخدام القوة المسلحة نظرا لاندلاع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر المسلحة، وأنها أي قوات الأمن قد حافظت على تناسبا نوعيا من حيث طبيعة الأسلحة المستخدمة، إلا أنها قد أخفقت في الحفاظ على ضبط النفس في بعض الأحيان، أخلت بالتناسبية من حيث كثافة الإطلاق تجاه مصادرها بشكل لا يتناسب، والهدف من المهمة الداعية لاستخدامها للأسلحة النارية وهو إسكات مصدر إطلاق النيران تجاه الشرطة. خصصت هيئة الإسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبا لأي إصابات أو وفيات، وقد تنجم عن اشتباكات أثناء فض الاعتصام، وكذلك تخصيص 100 سيارة إسعاف بشكل احتياطي، بعضها بمحيط رابعة العدوية وكانت ملحقة بمستشفى رابعة العدوية، ويتم نقل الحالات غير الحرجة إليها، ويتم نقل الحالات التي تستدعي لرعاية أدق إلى خارجها. وفي يوم الفض لم تتمكن سيارات الإسعاف التي كانت موجودة خارج الاعتصام من الدخول إلى داخل الاعتصام بسبب اندلاع الاشتباكات المسلحة، وخاصة بعدما لقى أحد قادة سيارات الإسعاف حتفه نتيجة طلق ناري عشوائي، والذي حال دون تمكين باقي السيارات من النفاذ داخل الاعتصام إلا بعد انتهاء العمليات المسلحة وسيطرة قوات الأمن على الميدان، مما تسبب في حرمان العديد من المصابين من إنقاذ حياتهم أو تلقي الإسعافات اللازمة. ثانيا، مستخلصات التقرير. المستخلصات هي الجمل التي يمكن أن يوصف بها أن التقرير قد توصل إلى هذه النتائج. أولا، أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية قد جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية والصادر من نيابة مدينة نصر الواقع بدائرتها ميدان رابعة العدوية، وذلك على أثر تقديم بعض المواطنين المصريين لبلاغات بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذي استمر 47 يوما، ومثل انتهاكا لحقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في السلامة الجسدية والحياة الآمنة
والحق في السكن والعمل وحرية التنقل، فضلا عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام اسفر عن مقتل بعضهم على اثر التعذيبات التي مورست بحقهم وفقا لتقرير مصلحة الطب الشرعي. 2. ان عملية فض واخلاء ميدان رابعة العدوية في 14/8 قد تمت بمعرفة قوات امن تابعة لوزارة الداخلية المصرية في اطار خطة وضعتها الاخيرة. 3. ان عملية فض واخلاء اعتصام رابعة العدوية قد جاء في اطار سعي الحكومة المصرية المعاصرة لتاريخ الفض الى تطبيق واعمال القوانين المصرية على جزء من اراضيها، بعد ان قدرت هذه الحكومة مهلة بالتفاوض مع المعارضين المعتصمين قدرت ب46 يوم. 4. وضعت وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ قرار النيابة العامة خطة استنتجتها البعثة ولم تطلع عليها. نحن لم نطلع على خطة الإخلاء، نحن استنتجنا خطة الإخلاء. تضمنت إطلاق تحذيرات للمعتصمين بضرورة إخلاء الميدان قبل البدء في العمليات، وكذا تحديد ممرا آمن عرفته بطريق النصر، وهو أحد أوسع الطرق المتصلة بالميدان في اتجاه طريق الاوتوستراد. وفي سبيل ذلك دعت الوزارة المذكورة بعض وسائل الإعلام المصرية وبعض منظمات المجتمع المدني المحلية لمتابعة عملية فض وإخلاء الميدان. 5. أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الموالية لها قد بدأ اعتصاما سلميا في إطار نزاع سياسي، إلا أنه وفي وقت لاحق لتاريخ بدء الاعتصام في يوم 28/6 وقبل 14/8 تاريخ الفض بين قوسين لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة. في هذا التوقيت سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعين لها بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة دون أن تخطر أو تعلن أو تنبه باقي المعتصمين السلميين داخل الاعتصام، وهم الممثلين للأغلبية المشاركة به، وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية رغم أغلبية المعتصمين السلميين به. والذي يعتقد أنهم أيضا يمثلون الأغلبية العظمى من ضحايا عملية فض الاعتصام نتيجة الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق التي رصدها التقرير. 6. أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت تأكدت اللجنة من سماعها داخل عمق الاعتصام تطالبهم بإخلاء الميدان ووجود ممر آمن لهم، إلا أنها قد سارعت في بدء تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة من النداء، وهو وقت غير كافي لخروج آلاف المعتصمين في الساعات الأولى من اليوم، ولا يقدح في ذلك تعرض قوات الأمن للاستفزاز من قبل المعتصمين ولا رغبتها في إنهاء العملية في أسرع وقت قبل انضمام آخرين للاعتصام، لأنها أمور متوقع حدوثها وكان يجب مراعاتها في الخطة والتعامل معها، وهو ما يمثل إخلالا بتنفيذ خطة الفض.
7 أن سياق عملية فض الاعتصام في الساعات الأولى لها قد أشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير في نطاقها المعتاد والمتكرر في الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة 11 تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن، كان ممسكا بمكبرا للصوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا. وعلى أثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل. وعلى أثر هذا اندلعت الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر حتى الساعة 1 ظهرا. 8 أن قوات الأمن المنفذة لعملية الاقتحام وإن توفرت لها حالة الضرورة في استخدام الأسلحة النارية وحافظت على التناسبية النوعية من حيث استخدام الأسلحة المستخدمة، إلا أنها أخفقت في الحفاظ على التناسبية في كثافة الإطلاق على مصدر النيران من قبل العناصر المسلحة. 9 أن العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين بما يمكن وصفه باستخدامهم كدروع بشرية جعلتهم في مرمى نيران قوات الأمن طوال فترة الاشتباكات. وقد عظم من هذا الخطر على المعتصمين كون العناصر المسلحة التابعة للاعتصام لم ترتدي زيا معلوما أو تحمل شارة تميزهم عن المعتصمين السلميين. 10 حددت قوات الأمن وفق خطتها ممرا آمنا للخروج وهو طريق النصر، إلا أنها قد فشلت في تأمينه حتى الساعة 3:30 عصرا بسبب الاشتباكات التي اندلعت في محاور عديدة حول الميدان ومنها الممر الآمن بين قوات الأمن وبعض المسيرات التي جاءت لتنضم للاعتصام من أعلى كوبري 6 أكتوبر، وهو ما حدا بالمعتصمين الراغبين في الخروج إلى البحث عن ممرات آمنة في الشوارع الجانبية التي تعرض بعضهم فيها للإمساك بهم من قبل اللجان الشعبية التي كونها سكان منطقة رابعة العدوية وتسليمهم لقوات الأمن، وهو الأمر الذي استخدمته إدارة الاعتصام في تخويف المعتصمين الراغبين في الخروج من الميدان لبقائهم دون الانصراف عنهم، وهو ما عظم من حالة الارتباك والفزع لدى الراغبين في الخروج. ولم تنجح قوات في تأمين الممر الآمن إلا من الساعة 3:30 تقريبا حتى الساعة 6، وهو ما نقلته قناة الأون تي في المصرية على شاشات التلفزيون المصري. 11 حال اتساع محيط نطاق رابعة العدوية واندلاع الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة منه دون دخول سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف بعد مقتل أحد المسعفين، وهو الأمر الذي أدى لعدم حصول العديد منهم على الإسعافات اللازمة أو النقل إلى المستشفى لإنقاذ حياته. ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلى الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة 6 مساء اليوم. 12 خلفت عملية، أرجو التركيز في البند 12 و13 عشان دول آخر بندين. خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وما شابهها من اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتى الساعة 7 مساء
يوم 14/8/2013 عدد 632 قتيل، بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة على النحو الوارد بالجداول المرفقة. تم تشريح 377 جثة فقط، وباقي صدرت لهم تصاريح بدفن بمعرفة مفتش الصحة التابع لوزارة الصحة المصرية بناء على طلب ذوي الضحايا وبتصريح من النيابة العامة. ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح. 13 في رد فعل مباشر على عملية إخلاء وفض ميدان ربع العدوية، اندلعت أحداث عنف مسلح في 22 محافظة احرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة، وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز الشرطة. استمرت لمدة 4 أيام من صباح يوم 14 حتى مساء يوم 17. خلفت 686 قتيل، منهم 622 مدني و64 من رجال الشرطة على النحو الوارد بالجداول المرفقة. ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين الذين تصادف وجودهم إبان إطلاق النيران العشوائية الذي قامت به العناصر المسلحة أو الاشتباكات مع قوات الأمن. إلى هنا انتهت المستخلصات. ثالثا وأخيرا التوصيات. تأسيسا على ما تقدم، يوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان: 1. فتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية إجلائه وفضه من قبل قوات الأمن، وكذلك تلك التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسؤولية عنها جميعا واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دونما إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير، وتقديمه إلى محاكمة عاجلة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية، ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائي بعد. 2. ضرورة العمل على اتخاذ التدابير التشريعية التي تنهي وبشكل قاطع إمكانية الدعوة إلى العنف أو استخدامه كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية في مصر. 3. ضرورة البدء الفوري ودون إبطاء في إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات، وتدريبهم على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوى من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 4. حث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللا إنسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر لضمان مكافحة تلك الجريمة
وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يدعو المجلس إلى النظر في تعديل القانون يجعل التشريح إجباريا في حالة شبهة الجناية. 5. دعوة الحكومة المصرية إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك في كل الأحداث التي وقعت في الفترة محل التقرير. 6. دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد، وإعلان قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم في الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. 7. مناشدة الحكومة التدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار أمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دونما إبطاء لضمان عدم نشر واتساع نطاق الكراهية والعنف بما يحمي الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها. وشكرا. شكرا الأخ ياسر. طيب، في الآن يفتح باب الأسئلة. أنا كنت يعني سبقني وأن الأسئلة ستفتح الآن. هنأخذ بعض الأسئلة ونرجو أنها تكون يعني محددة حتى نستطيع الإجابة. نبدأ من اتفضلي. اتفضل. مين؟ مساء الخير يا دكتور ناصر، انا اميرة جبر من الشروق. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بداية، باحثين في المجلس القومي لحقوق الانسان انتهوا من تجميع المادة ووصل لي نسخة منها يوم 20 يناير واحنا النهاردة في اول مارس. الشهر ونص الشهر ونص التأخير دول كانوا ليه؟ ده السؤال الاول. لا لسه في اسئلة كتير. السؤال الثاني، تجميع الباحثين كان بيتكلم عن دور قوات الامن كشرطة وكجيش، وحضرتك النهاردة ما جبتش سيرة الجيش اطلاقا. ليه؟ غير كده، السؤال الثالث، حضرتك اتكلمت على ان اللجنة ما اطلعتش على الخطة بتاعة وزارة الداخلية. طيب، وزارة الداخلية ادت لكم ملف واكتفت بالاشارة اللي رابعة بنص صفحة فقط لا غير حسب تجميع الباحثين. ليه؟ وازاي ما طلبتوهاش باكتر من ذلك؟ اوكي. 3، حضرتك اتكلمت على رقم 642 متوفي او 32. اوكي، 632 متوفي. ايه مصدر الرقم ده؟ لان الرقم اللي جاء المفروض لحضراتكم من الطب الشرعي كان ال 377 اللي حضرتك اتكلمت عليهم على ان هم تم تشريحهم، بينما تجميع الباحثين كان مكتوب فيه ان مصلحة الطب الشرعي بعتت لكم بيان ب 377 فرد باسمائهم واسباب وفاتهم، وان في عندكم تقارير من حتت تانية بان اعداد المتوفيين وصلت الى 3 اضعاف هذا الرقم، وكنتوا كاتبين ان منها موقع ويكي صور. غير كده حضرتك اتكلمت على ان سيارات الاسعاف عشان بقيه الناس لا حضرتك بتحاول تقفل على كلامي. لا حضرتك بتحاول تقفل على كلامي. لا اتفضلي. اكمل كلامي يا جماعه؟ حد عايز اكمل؟ اوكي. حضرتك اتكلمت على ان 300 سيارة الاسعاف اللي تم تجهيزها من هيئة الاسعاف وال100 سيارة الاحتياطي ما دخلوش علشان كان في اشتباكات، بينما تجميع الباحثين كان مكتوب فيه
ان اصدرت قوات الشرطة والجيش تعليمات بعدم دخول سيارات الاسعاف، نظرا ان المكان ده كان ساحة اشتباك، وكان المفروض ان القوات تعمل حسابها بكده. تمام. غير كده حضرتك لما اتكلمت على مبدأ الضرورة والتناسبية، اوكي، ما قلتش ان قوات الشرطة لما كانت بتتعامل مع مصادر اطلاق النار كانت بتطلق النار عشوائيا، وكلمة عشوائيا تم استخدامها من قبلكم. واخر حاجة مكتوب في تجميع الباحثين ان الممر الامن بعض المعتصمين استخدموه في الساعات الاولى، ومع ذلك تم القبض عليه. وحضرتك طول الكلام اللي انت قلته ما استخدمتش خالص القبض، استخدمت الامساك به من قبل اللجان الشعبية. فهل قامت قوات الشرطة والجيش بالقبض على معتصمين استخدموا الممر الامن؟ Commençons notre round par les principaux titres. Ibrahim Mahlab se rend à Mahalla et promet les ouvriers de tissage et de filature. سؤال اخير. طب سؤال اخير، لما حضرتك كلمت مصلحة الطب وسألتهم وطالبت منهم ان هم يدوك ارقام تانية، وارجوك ما تقوليش انك ما كلمتهمش، لان لما كلمتك في التليفون وقلت لك الكلام ده كذبتني، لكن بعد كده كنت على وشك انك تفتح تحقيق مع اعضاء اللجنة اللي سربوا تجميع الباحث. هل مصلحة الطب الشرعي وافدكم بارقام غير الارقام اللي كانت وافدكم بيها الاول بعد ما حضرتك كلمتهم؟ وشكرا. شكرا. مين نجاوب بس على دول وبعد كده نجيب ده. طيب خلينا بس هنجاوب على الاسئله الكتير دول، بس هنبدا من الاخر الاول بهذه المناسبه. يعني دعوني اوجه الشكر من هذا المكان الى مصلحه الطب الشرعي، هذا الجهاز العظيم بالفعل الان اتحدث، الذي ساعدنا كثيرا لمحاوله الحصول على الحقيقه وتعاون معنا كثيرا، وان الجهد الذي بذلته مصلحه الطب الشرعي وحدها كان جهدا رائعا، هو الذي ساعدنا على الوصول الى الحقيقه والوصول الى اعداد القتلى بدرجه كبيره جدا في كل الاحداث التي وقعت في البلاد. من هنا اوجه الشكر فعلا لحياد ونزاهه مصلحه الطب الشرعي المصري. فيما يتعلق بالاتصال بمصلحه الطب الشرعي يوميا، عايز اقول لكم انه اخر اتصال كان بيننا وما بين السيد دكتور هشام عبد الحميد في مصلحه الطب الشرعي كان صباح امس، ونحن نراجع وندقق كل القوائم بالاسم حتى لا يسقط منا احد، لدرجه اننا اشرنا الى مصلحه الطب الشرعي بان هناك اسماء في قوائمهم يمكن مراجعتها للتكرار، وراجعوا معنا وراجعنا معهم. لذلك مصلحة الطب الشرعي كانت شريكا لنا اساسيا في بناء هذا التقرير من فرط دقة معلوماتهم. 2. القبض او الامساك على المعتصمين. نحن ما رصدناه الان هو ان هناك وقعتين. الواقعة الاولى هو واقعة القاء القبض على اللي هم الناس بيسموها القاء القبض عن طريق اللجان الشعبية، وهذا التعبير تعبير قانوني خاطئ. المواطنين لا يمارسوا قبض، المواطن يمسك. القبض صفة من صفات السلطات العامة او سلطات التحقيق او السلطات المخول لها القانون الامساك باحد. في هذه الحالة بيكون التعبير هو القبض وليس الامساك. اذا كان الامر متعلق بلجان شعبية او مواطنين يصبح امساك. 2. تحدثت عن الطلق الناري العشوائي في اتجاه طيب تم الامساك على امساك المواطنين الذين حاولوا الخروج من اللجان والممرات الامنه من قبل اللجان الشعبيه، وتم تسليمهم لقوات الامن. 3. طلق النار العشوائي. بالضبط. 3. طلق الناري. فيما يتعلق بتبادل اطلاق النيران تحدثنا والتقرير واضح وصريح هنا ان هناك اطلاق نار في اتجاه مصادره. هذا الاطلاق نتيجة كثافة الاشتباكات في كل المحاور، وهذا سوف يكون مفسر
في التقرير المرفق لحضراتكم اللي هيوزع عليكم عن طريق اتجاهات الاطلاق من اعلى او اسفل، من يمين او يسار، او من الخلف او من الامام. وهذه الامور رصدناها بما يمكن ان نقرر بان هناك كان اطلاق نار في مواجهة مناطق الاطلاق. الاسعافات، الاسعاف حضرتك وفقا لقواعد عمل الاسعاف، ويمكن حضرتك تروح ترجعي تقري في ده، الاسعاف يحظر عليها متى وقعت اشتباكات مسلحة الاقتراب من مكان الاشتباك، وهذا قانون يحكمه، والامر ليس له علاقة بمن الذي منع الاسعاف، ليس بحاجة الى ان يمنعه احد اذا ما اندلعت اشتباكات مسلحة. 3. التقرير فيما انتهى اليه فيما يتعلق بالرقم الذي وصلنا اليه 300، الرقم ماذا اللي وصلنا اليه 632 قتيل. تفصيلهم كالاتي، اللي هو السؤال بتاع حضرتك بتاع المصدر. 377 قائمة تشريح مصلحة الطب الشرعي، 159 كشف وفيات مسجد اليونان، 72 كشف مستشفيات شرق وغرب وشمال، 12 حالة توفيت متأثرة بإصاباتها بعد الأحداث، 12 حالة يعتقد، وده فرق عندنا ما بين الذي نؤكده وما بين نعتقد. 12 حالة يعتقد وفاتهم متأثرين بإصاباتهم نتيجة أحداث رابعة، وهنقول لكم الفرق إنه إحنا بنعمل التاريخ لازم ندقق كل الحالات وما ناخدش رقم على علته من أي طرف، سواء كان طرف رسمي أو غير رسمي. هناك بعض الحالات وعددها 44 حالة تقريبا موجودين. بالمناسبة بنحيي شباب القائمين على موقع ويكي ثورة لانهم ايضا موثقين توثيق هايل جدا، وان اختلفنا معهم في الرقم الا اننا نتناقش معهم ونجتمع معهم ايضا لمعرفة المعايير التي على اساسها تم وضع هذه الارقام. كان لدينا اجتماع اول امس معهم لتدقيق بعض المعلومات، ومنها 44 حالة ماتت متأثرة بإصابتها. اولا وجدنا بعد مراجعة المجلس ان 12 من ال 44 هم مدرجين بجدول مشرحة ذهنهم، وبالتالي تم استبعادهم. الباقيين كانوا موجودين في مستشفيات خاصة. بعض اهالي الضحايا كانوا بياخدوا الضحايا او المصابين، يعني اخذوا المصابين، بعضهم راحوا للمستشفيات العامة والبعض راح لمستشفيات خاصة. اللي بيروح لمستشفى خاص متأثرا بالإصابة قد يكون البعض منهم خشى أن يبلغ أنه من ضمن مصابي رابعة، وبالتالي دخل على أنه مصاب عادي أو مصاب في مشاجرة، لكن لم يرد حتى لا يوقع نفسه في مشكلات يعني أن يعلن أنه من مصابي رابعة. سألنا الطب الشرعي أمس بالتحديد لتحقيق هذا الرقم 12 عشان ندقق رقم 12. سألناهم سؤال واضح: هل يمكن في اي مستشفى من المستشفيات الخاصة ان يدخل مصاب ثم يتوفى فيدفن بتصريح من المستشفى، ام انه يجب ان يذهب الى الطب الشرعي مرة اخرى؟ الاجابة كانت هناك حالة ارتباك في يوم ما بين يوم 14 حتى يوم 20. ما بعد يوم 20 لا يمكن ان يدفن اي مصاب اي قتيل متأثرا باصابته دون تسريح من مصلحة الطب الشرعي، وبالتالي نحن دققنا الرقم معهم وتأكدنا. لذلك لدينا 12 اسم هم الذين دفنوا قبل يوم 20 اللي هم من 14 ل 20. ال 12 اسم دول دفنوا من 12 ل 20. احنا اعتبرناهم انهم من الاسماء التي يعتقد حتى هذه اللحظة الى ان يكشفوا هم او الى ان يعلنوا هم ذوي الضحية ان هم كانوا من مصابين رابعة، لكن نحن لدينا اعتقاد بانهم من مصابين رابعة، ورغم عدم وجود دليل
في الطب الشرعي او انهم مثبتين في الطب الشرعي الا اننا اثبتناهم لدينا في تقريرنا. ملف الداخليه واللي هو ان هم ما بعتوش وزاره الداخليه، احنا ارسلنا لوزاره الداخليه خطابات منذ اللحظه الاولى لتشكيل لجنه تقصي، وده هيكون عند حضراتكم تفصيلا في اعمال التقرير اللي سياده الرئيس قال انها هتوزع على حضراتكم في خلال الاسبوع القادم. بعض الجهات بالمناسبه مش الداخليه بس، لكن هناك جهات حكوميه ارسلنا ليها، ارسلنا لمكتب النائب العام، ارسلنا لوزاره الصحه، ارسلنا لوزاره الداخليه، ارسلنا لمصلحه الطب الشرعي، تعاونت معنا معظم في المستقبل. تأخر بعض الجهات في الفترة الأخيرة تسبب قليلا في تأخير الوقت بالنسبة لنا. ما أرسلته لنا وزارة الداخلية، نحن لا نطلب من أحد أن يرسل لنا شيئا بعينه، نحن نطلب الأشياء وما يتوافر له أو ما يستطيع أن يبعثه إلينا يبعثه، وما لا يستطيع نحن قادرون على استنتاجه، ونحن قادرون على أن نصل الحقيقة حتى من غير ما حد يبعث لنا حاجة. سيرة الجيش في مصر في الواقعة يعني وفقا لكل المشاهدات والدلالات انه كان يؤمن المنطقة بكاملها ولم يتدخل اطلاقا في عملية الاجلاء او الفض باي حال من الاحوال، وهذا امر يعني يقيني، وبالتالي عدم ذكره في التقرير لانه ملوش علاقة بعملية الفض والاجلاء، والتقرير ينحصر فقط على عملية الفض والاجلاء حتى نحدد المسؤوليات والعناصر. اظن التأخير في التقرير دي جاوبت عنها، لو في حد عنده اسئله اتفضل. سمير فتحمل بس عبء التصدي اللي جاي اسئله. الامر الاخر فيما يتعلق بسماع الشهادات، هل استمعتم لاحد من قيادات الاخوان المسلمين من بينكم عضو فيما يعرف بتحالف دعم الشرعية، هل شارك في الاطلاع على هذه الامور ام لا، وكيف كانت هذه الشهادات واستعراضها؟ الامر الاخير وهو ما يتعلق بأنتم الذي يشاهد هذا الاستعراض يكتشف دون ادنى جهد انكم تريدون ترسيخ صورة ذهنية تقول ان المسلحين من داخل المعتصمين هم المسؤولين عن القتلى الذين سقطوا في هذا الامر، وكأنكم تقولون قتلهم من اخرجهم. كان من الممكن ان تستفيدوا ايضا من صور تملأ الانترنت فيها تجاوزات من وزارة الداخلية لكي لا تصموا بأنكم تريدون إلقاء التهم على جانب دون الآخر. إذا كان لديكم رد فيما يتعلق بتجاوزات الداخلية، هل تطالبون بمحاكمة من تورط في قتل مصريين في عملية الفض من وزارة الداخلية أم لا؟ شكرا جزيلا. شكرا سمير. بالنسبة للسؤال الأول الخاص به هل سمعنا أو طلبنا شهادات أو أدلة من بعض المجموعات أو الجماعات التي لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين أو القوى الموالية لها، نعم سوف يوزع عليكم في التقرير وفي الأعمال الملحقة بالتقرير. نحن أرسلنا خطابات مناشدة متكررة لكل من حزب البناء والتنمية، تحالف دعم الشرعية، حزب السلفي، حزب النور السلفي، كل الأحزاب المشاركة في تحالف دعم الشرعية أرسلنا لهم خطابات وناشدناهم، بل أرسلنا لهم لو سمحتوا. عايز أقول لكم أن أنا تجاوزت حتى حدود العمل القانوني في هذا الامر، ورسلت جهات باسمها وما كان يجب ان افعل ذلك، ولكني فعلت لرغبتي في الوصول الى الحقيقه ولسماع كل وجهات النظر من كل الاطراف، خاصه الاطراف التي كانت وشاركت في عمليه اعتصام رابعه العدويه، وهذا مثبت بخطابات هتلاقوها حضراتكم مرفقه بالتقرير اللي هيوزع عليكم باعمالي. 3 التقرير بالقطع استاذ سمير لا يمكن ان يكون ذاهبا لإصداء صورة ذهنية لأي من الأطراف. نحن نعمل عملا محايدا. هناك انتهاكات قلنا وذكرناها في التقرير حصلت أثناء اعتصام رابعة، وأخرى حصلت أثناء فضي. هناك مشاهدات وهتلاقوا حضراتكم، وأيضا هيوزع عليكم صور لمقاطع فيديو ومصور لانتهاكات وقعت من الشرطة أثناء الفض. ونحن في هذا المقام قلنا في توصياتنا ضرورة، قلنا يا فندم طيب
طيب ما انا اقول الحاجه الثانيه انه هذه الانتهاكات في لو سمحت في فايل مصور عليه لينكات لكل الفيديوهات التي تضمنت كل انواع الانتهاكات التي وقعت من كل الاطراف سواء المعتصمين المسلحين او من قبل قوات الشرطه. وفي توصياتنا واضحه التحقيق مع الجميع، التحقيق مع اي شخص ارتكب اي جريمه اثناء فض عمليه اعتصام رابعه العدويه. شكرا. ثلاثة واخيرا بالمجلس لدينا اعضاء حاضر بالمجلس لدينا اعضاء وبالتحديد الاستاذ محمد عبد القدوس وهو زميل عزيز. طلبنا منه منذ اللحظه الاولى واعتقد الساده الباحثين استاذ اسامه واستاذ نبيل طلبنا منه ان هو يمدنا باسماء اي اشخاص يمكن ان نتواصل معهم للحصول على معلومات من جماعه الاخوان المسلمين او من يعملون معهم. وبالفعل هو مدنا بقائمه كبيره ظلت مجموعات الباحثين في المجلس يتصلوا بهم خلال تلك الفتره ولم يستجيبوا حتى هذه اللحظه اللي احنا بنعلن فيها تقريرنا. وبالتالي الباحثين فعلوا فعلا الموضوعيه والاجراء المحترم بانهم حاولوا الوصول لكل الاطراف للحصول منهم على الحقيقه. اتفضل يا فندم. هنا وبعدين اتفضل يا فندم. طبعا في البدايه بشكر حضرتك ان انت وضحت الصوره والمعتصمين والمسلحين اللي كانوا جوه الاعتصام، ولكن يا فندم هناك فيديوهات كثيره تثبت اولا هناك قنص حصل لمدنيين داخل فض الاعتصام، والفيديوهات مثبته موجوده على اليوتيوب وتم عرضها في يومها. اين هذه الفيديوهات؟ ثانيا حضرتك نفيت تدخل القوات المسلحه في فض الاعتصام، وهناك فيديوهات تكذب هذا الامر، وهناك اطلاق نار حدث من مقرات القوات المسلحه التي كانت محيطه بالاعتصام وهي كثيره. كانت هناك اطلاق نار من قوات مسلحه على المتظاهرين. حضرتك هذا الفيديوهات تكذب هذا الكلام. ثالثا حضرتك تتحدث عن 600 او ما يقارب 700 قتيل حدث. انا لن اصدق الا مشاهدات عيني. انا صحفي ذهبت الى المشرحه في اليوم الثاني ظهر اليوم الثاني ووجدت خارج المشرحه اكثر من 800 جثه موجودين، هذا بخلاف ما خرج في يوم الاعتصام اكثر من 800 جثه وجدتهم داخل المشرحه وخارج المشرحه، وعددناهم كل الصحفيين وعددناهم بالاسم. ووثقوا ساعتها ان الناس قالت انا ميت في مكان كذا، انا ميت في مكان كذا. هذه الارقام اللي شاهدناها بعينينا تكذب هذه الارقام اللي حضرتك ذكرتها. رابعا حضرتك شكرت قناه اون تي في على هذه المشاهد، لماذا لم يتم الاستعانه بجميع القنوات التلفزيونيه؟ لا سمحت، لم يتم شكر اي قناه، لم اشكر اي قناه. اعتمدت على قناه اون تي في وهي مشكوره، قامت بجهدها الاعلامي وبثت فيديوهات تثبت ان هناك خروج امن حدث. لماذا لم تثبت حضرتك الفيديوهات الاخرى التي كانت بها انتهاكات من قبل قوات الشرطه؟ اخر شيء انا احب اقول لحضرتك شهاده انا بنفسي بعد ما رحت اعتصام رابعه ما عرفتش اخش، ذهبت لمصطفى محمود. قوات الشرطه كانت تدخل بعربيات همر، الهمر تطلق نار عشوائي بطريقه كثيفه على المواطنين. مات بجانبي اكثر من 6 مواطنين لم يكن بهم اي واحد من الاعتصام، كان منهم 3 يحملون سفاهات رايحين لشغل. اطلاق نار عشوائي كان مثبت وشاهدناه بعينينا. اين تلك الوقائع لم تثبتها اللجنه؟ وشكرا. ارجو بس ان احنا نقصر الامر على الاسئله عشان وقت بقيه الزملاء اللي حابين ان هم يسالوا. بس ارد على سؤال الزميل. واحد، الرقم هذا هو الرقم الذي استطاع والذي وثقه المجلس القومي لحقوق الانسان، وادعي بانه الرقم، اعتقد بانه الرقم الاكثر والاقرب الى الدقه، وان كل ما عدا ذلك من ارقام اعتقد بانها بحاجه الى المراجعه على ضوء هذا التقرير والتدقيق ايضا. الامر الثاني فيما يتعلق بالجيش والقوات المسلحه، مره ثانيه اكرر، نحن في اطار وضعنا لمنهجيه هذا التقرير كان يجب ان نسال سؤالا محددا ونجاوب عليه. على اي اساس قانوني تم فض الاعتصام؟ من هي الجهه المكلفه وفقا للقانون بفض الاعتصام؟ 3، علينا ان نتابع ونحدد المسؤوليات عن عمليه فض الاعتصام. في هذا السياق يكون الاجابه ان الجهه التي قامت بالتنفيذ على فض عمليه الاعتصام هي وزاره الداخليه المصريه. كون حضرتك وانت بتتكلم واضح انك مش مفرق ما بين القوات المهاجمه للفض وما بين القوات التي اطلقت نيران من فوق اعلى مباني، سواء
من المخابرات الحربيه لو انت عايز تشاور، او بعض الاجهزه او المنشات العسكريه اللي كانت المظاهرات بتهددهم فكانوا بيدافعوا عنها. ده موضوع تاني خالص بره موضوع التقرير. وبالتالي ارجو ما نعملش خلط، ارجو ان احنا ما نعملش خلط، والناس تبقى شويه محدده كلامها، لانه الكلام العام الغير مدقق هو اللي عامل حاله الارتباك.